وقت الخصام هو الوقت اللي كتعرف فيه على الشخصية الحقيقية ديال بنادم اللي معاك، حيت كيكون على طبيعته ديال بصح، وتما فين كيخرج كلشي اللي في قلبه من جهتك. هادشي علاش رحمة من عند الله بعض المرات كيوقع الخصام باش تعاود ترتب بنادم في حياتك من الاول، وكتعرف شكون اللي دايم ليك. الهضر اللي كتخرج وقت خصيمة كتبين لك المعدن ديال الناس. بنادم كيكون زوين وقت الضحك والنشاط، ولكن وقت خصيمة كلها كيطلع اللي في قلبه من جهتك. وهنا فين غادي تعرف الصاحب الحقيقي من الفالصو. اللي كيبغيك بصح كيسول عليك واخا تكونوا مخاصمين. راه الخصام كاع ما كيعني الكره، ماشي حيت تخاصمت معاك غادي تكرهني ولا تحقد عليا. المحبه كاع ما كتبان في الوقت اللي كنكونوا فيه مصالحين وحباب. المحبه ديال بصح كتبان في وقت الخصيمه، تما فين كتعرف المعازه ديالك عندهم، وكتشوف واش غادي يرجعوا ولا غادي يخرجوا عيبهم. هذا هو الوقت اللي غادي يبين لك شكون اللي راك غالي عليه وشكون اللي غادي يلوحك في ساعتها. في وقت الخصام كتشوف الوجوه الحقيقية ديال الناس، وكتعرف الكذاب من المعقول، الصاحب من العدو. وقت الخصام هو الوقت اللي كتفرز فيه الناس اللي انت غالي عليهم من الناس اللي انت غير زايد عليهم، وممكن يستغنوا عليك من نهارهم. مازال كنتفكر حتى لدابا النهار اللي كان با كيتخاصم مع امي. كان واخا ما كيهضروش مع بعضياتهم، كنشوف امي كتنوض وتوجد لبا كلشي كي ديما بحال حتى حاجه ما كاينه. وبا ملي كيجي من الخدمه ما ياكل حتى تجلس امي تاكل معانا بحال حتى حاجه ما كاينه. هذا هو الفرق ما بين واحد واخا يتخاصم معاك كيبقى بصباغته كيما كان، وما بين واحد كيخرج فيك العجب نهار تخاصم معاه، كاين واللي ما كاينش، كيحطم اي فرصه ممكن تصالحوا فيها وترجعوا كي كنتو. وقت الخصام هو الامتحان الحقيقي اللي ممكن يتحط فيه كل واحد فينا، فاللهم ارزقنا بمن نكون في صحبته مكتملين طول العمر.